بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل تحيات لكم حبايبي الحلوين، يا رب اشوفكم بأحسن حال وأحسن صحة إن شاء الله. النهاردة جايين بوصفة سهلة وبسيطة ولذيذة، وبجد يعني الناس كانت مفكرة حاجات صعبة، بس هي مش صعبة خالص. زي ما انتم شايفين، بيضتين ورشة ملح ورشة فانيليا. بأمر الله هنضربهم كويس كده بإيدينا. وطبعا هتلاقيها إن شاء الله بسيطة وسهلة. والناس اللي كانت بتتكلم على إن بتفشل معاها دايما، بص، بمنتهى السهولة يعني من غير خلاط، من غير مضرب بيض، مضرب يدوي عادي في ايدك اهوت وعادي. وحطينا كوباية سكر كده، الموضوع بقى بسيط. بيضتين ورشة فانيليا ورشة ملح وكوباية سكر، وضربت لغاية ما اطلع يعني فوم كده على الوش بسيط. وحطيت نص كوباية من الزيت، ولو عايزة تخليها ربع مفيش اي مشكلة. زي ما انا بشاور لك كده، شايفين الفوم اهي. انا ما شاء الله ضربت ضربه كويسه محترمه، وحطيت كوبايه لبن وهبتدي اضرب تاني. يبقى احنا كده كاننا حطينا في الخلاط، بس احنا كده يعني ايه، يدوي، عشان الناس اللي ما بتحبش تزفر الخلاط او يبقى ريحته مش حلوه او كده. الوصفه سهله وبسيطه وعلى السريع للناس اللي بتفشل معاها دايما الكيكات. احنا النهارده ان شاء الله مش هخلي طريقة الكيك تفشل معاكي، بأمر الله، بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة. أنا عملت طرق كيكات كتيرة موجودة على القناة، كتيرة جدا وبأشكال كتيرة جدا. زي ما احنا شايفين هنا، حطيت أول كوباية من الدقيق ونخلتها. ده شيء أساسي، النخل ده شيء أساسي. على فكرة دي المرة التالتة إن أنا أنخله. لو كل ما تنخلي أكتر، كل ما يبقى معاكي العجينة هشة أكتر، والكيك يبقى معاكي طلع جميل جدا. هنا أنا نخلت تاني كوباية، زي ما حضراتكم شايفين، مش كوباية كاملة، كانت إلا ربع. خلاص، يعني حطينا كوباية من الدقيق ونص كوباية او 3/4. خلينا في 3/4 كوباية. لو انت هتحط نص كوباية زيت، لو هتحط ربع كوباية زيت، خليكي في ربع كوباية، نص كوباية بس. تمام، المقادير كده واضحة معانا، مفيش اي مشكلة. هنعيدها تاني واحنا شغالين ان شاء الله، عشان ما تتلبخيش، ويبقى كده معاكي كل الحاجة ممتازة. ومعانا معلقة بيكنج باودر، خميرة ونص. لو انت عندك السايب، عندك الكيس، حطي الكيس كله، حط الظرف كله. تمام، ظرف البيكنج باودر حطيه كله كده. طبعا المقادير سهله وبسيطه، نقولها تاني. بيضتين في الاول، وعليهم رشه فانيليا وذره ملح بسيطه، وحطينا كوبايه لبن ونص كوبايه زيت. انا بكلمك على مقادير انا، نص كوبايه زيت. وابتدينا نضربهم كويس جدا لغايه ما يطلعوا فوم. نصيحه، طول ما احنا بنقلب الدقيق مع المواد السائله، لازم زي ما انا بقلب كده. ما ينفعش ان انا اروح في جهة وارجع في جهة تانية. لازم في اتجاه واحد، يبقى التقليب في اتجاه واحد بس. علشان انت شايفة الهوا، فقاقيع الهوا زي ما هي ما خرجتش. بضربه كويس جدا، ممكن بمعلقة، يعني ابسط حاجة عندك. وهتنزلي بكوباية ونص دقيق، واقلب زي ما حضراتكم شايفين. خدت معلقتين من الخليط وابتديت اشتغل بيه، وهقول لكم انا هعمل ايه. جبت الصينيه بتاعتي معايا هنا عادي يا جماعه. كان ورق الزبده خلص من عندي. ممكن تبطنيها باي شيء عندك. ممكن ورق اللحمه اللي بيقولوا عليه اللي هو بتاع الحواوشي، وممكن ورق الكراسات زي ما انت شايفه. بس عادي مفيهوش اي مشكله، اهم حاجه طبعا مبقاش مكتوب فيه. وبطنتها مفيش اي مشكله يعني يا جماعه. يعني ما نقفش على حاجه ان شاء الله. خبطتها خبطتين بساط كده، لان الصينيه ديت متحاولش تخبط فيها جامد، لان الصينيه دي المفتوحه. وهبتدي اخرج منها الهوا كده. طبعا عايزه ارق، مفيش مشكله، احط في حاجه اكبر. عايزاها اعلى، حطي في اصغر. الصينيه دي مقاسها 28، هي كبيره شويه طبعا على الخليط، بس بصراحه الاصغر كانت مشغوله شويه. جبت هنا معلقه كبيره من الكاكاو، وابتديت اقلب اللي كان في الخليط. لو هي طلعت تقيله معاكي، خففها بمعلقه لبن او معلقه ميه. انا حطيت معلقه لبن اهوت، وهبتدي اخففها وهبتدي اشتغل بيها. وهقولك هنعمل ايه. هنجيب كده كيس تلاجة، ونبتدي نحط فيه شوية الكاكاو اللي احنا عملناهم. طبعا لو انتي عايزة تخلي الكيك ده كله شوكولاتة، مفيش اي مشكلة. مفيش اي مشكلة، هيبقى سهل جدا جدا وبسيط. هتشيلي معلقتين من الدقيق، وهتحطي معلقتين من الكاكاو اهو. تمام كده، شغالة معايا، جربتها بره يا جماعة. الصينية دي انا بتعامل معاها بالراحة جدا جدا، علشان خاطر هي مفتوحة من تحت. هبتدي كده، اي رسمة عندك حضرتك حابة تعمليها اعمليها، اي رسمة عندك.
بس هي بتدي منظر للكيك شكله حلو ووش حلو جدا للكيك. على فكرة احنا بنعمل الخليط ده تقيل شوية، انا عملته تقيل شوية، وبعد ما طلعت وقعدت شوية كمان يعني بعد ما بردت، بس انا ما بانتش في الصور، قشرت الوش وكان فاضل الشغل ده تحت زي ما هو، يعني الوش اتقشر وبعد كده الطبقة البيضة كانت واخدة نفس الرسمة، ما اتأثرتش بأي حاجة، الرسمة نزلت تحت. وانا عدت كمان على الرسمة بقى شوية خليط وعدت على الرسمة تاني، بس كانت ممتازة بصراحة ولذيذة وسهلة جدا جدا جدا. هخلص كده ان شاء الله الرسمة كلها. انا مش هخلي حاجة، مش بوقع حاجة من رسمة الكاكاو. وزي ما احنا اتفقنا الكيك بيخش على درجة حرارة 130، بيكون الفرن سخن جدا قبلها، وبكون لو فاتحة الشباك ياريت اقفله، لما تخلص اطفي عليها واسيبها في الفرن تهدى شوية. طبعا انا هدخلها في الصينية في صينية تانية، لان دوت طبعا صاج خفيف جدا، لو هي بتاعتك تيفال او حاجة اتقل، طالما الصينية خفيفة لازم نحطها في صينية تانية. وزي ما اتفقنا درجة حرارة 180، هنسيبها في الفرن تهدى شوية قد ايه، طبعا حوالي دقيقتين كده بالظبط. وبعد كده هنطلعها من الفرن، ما يكونش فيه هوا حواليها او شباك مفتوح، يا ريت تقفل شباك المطبخ وتطلعها فوق وهتشوفي هشاشتها. طبعا يا جماعة المقدار اللي احنا عاملين دوت بيعمل مقدار صينية 20 او 18 لو انت عايزاها اعلى من كده. وطبعا الكيك ده على حسب المزاج، في ناس بتحبوش عالي جدا، في ناس بتحبه متوسط، على حسب ما انتوا عايزين. انا هنا عاملاه في الصينيه دي، طبعا الصينيه دي كانت كبيره عليه، وبصي يعني هما بيضتين اتنين بس بصي علوها ممتاز جدا، لونها جميل وشكلها حلو. بتهيألي مفيش حاجه ناقصاها يعني بأمر الله. وزي ما انا قلت لكم التكات الصغيره دي هتنجح معاكم الكيك او المخبوزات، وعلى حسب برضو الفرن بتاعك. لو انت فرنك مفيهوش درجات بتحطها على درجة حرارة تحت العالية شوية، مش متوسطة، تحت العالية شوية. حلو الكلام. وهنطلع برا متستهدى خالص، نبتدي نقطعها. هنا انا هنا مطلعه كانت لسه سخنة طبعا. هبتدي اقلبها علشان كمان اشيل الظهر بتاعها، وابتدي اقطعها واوريكم من جوه هي قد ايه هشة وقد ايه جميلة والله. وطبعا ما تنسونيش لو انتوا وصلتوا لغاية هنا، ما تنسونيش في لايك وتعليق حلو منكم، وتكونوا ان شاء الله في احسن حال. بصوا ما شاء الله، هبتدي اقطعها الوقت واوريها لكم من جوه هشه وجميله ولذيذه بجد. ولو انت وصلت هنا ما تنسينيش في اللايك والشير والتعليق لاصحابك عشان نكبر، انا بتبسط جدا بتعليقاتكم. وان شاء الله اشوفكم في احسن حال. بصوا جميله من جوه قوي قوي قوي، وربنا يحسن ما بين ايديكم والف انا على اللي هيعملها واللي هياكلها. بتهيألي مش مستاهليه كلام ومش مستاهليه ان انا اقول اي حاجه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في احسن حال. وصلوا على الحبيب واستعينوا دايما بالله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.